قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم، هذا الباب عقده الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب بالدلالة على وجوب الحذر من مكر الله والقنوط من رحمته، كلاهما ضدان. فإن الذي يأمن من مكر الله تعالى يدعوه ذلك للاستخفاف بأحكامه عز وجل والقيام على معاصيه والظلم ونحو ذلك. والذي يقنط من رحمة الله وييأس من رحمة الله هذا يدعو إلى ماذا؟ إلى حتى يترك العمل أو يغالي في العمل مع سوء ظن بالله أنه لا يغفر له. فكلاهما مرضان يجب الحذر منهما. القنوط من رحمة الله يقابله كذلك الأمن من مكر الله. فالواجب على العبد أن يعيش بين، كما ذكرنا، بالخوف والرجاء، ورأس ذلك محبة الله. رأس الطير له جناحان ورأس. رأس عبادة العبد ومسلكه ومنهجه في حياته محبة الله عز وجل، ثم جناحه الأيمن الخوف، ثم جناحه الأيسر الرجاء. قلنا إن كان بغير رأس لا يصل أبدا، لأنه لا يتصور أن يكون القلب قد انعدمت منه محبة الله ومحبة رسوله ومحبة دينه وحل محل ذلك البغض، هذا لا يكون مؤمنا، فما في وصول أصلا إلى رضوان الله وجنته. وقلنا إذا كان الرأس موجود وهو المحبة ولكن بالخوف فقط، قلنا الوصول ماله غير سليم غير تام، لا يكون وصولا تاما، لأنه من عبد الله تعالى بالخوف فهذه عبادة العبيد فقط، والخوف وحده يؤدي به إلى ماذا؟ إلى القنوط من رحمة الله. فإن عبد الله بالمحبة والرجاء دون الخوف فهذا أيضا وصوله غير تام إلى الله عز وجل ورضوانه وجنته، لأن رجاءه هذا الزائد والغلو في الرجاء يؤدي إلى ماذا يا مصعب؟ يؤدي ذلك الرجاء إلى الاستخفاف بالأحكام الشرعية والأمن من مكر الله تبارك وتعالى. فلا بد من التوازن. فهنا في تحذير من مكر الله تبارك وتعالى، يحذر الإنسان من مكر الله فلا يستخف بالواجبات ولا يستخف بفعل المحرمات، ولا يكون عنده نسيان، نسوا الله فنسيهم. وكذلك في المقابل يعبد الله عز وجل مع الخوف بالرجاء والمحبة، فلا يصل إلى درجة القنوط من رحمة الله وأن يسيء الظن بالله عز وجل وبكمال أفعاله وصفاته ومنها المغفرة والرحمة. نعم. الآية الأولى، اقرأ الآية الأولى. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم، فدل على أن الذي يأمن من مكر الله يأمن من عذابه، يأمن من عذابه ونقمته، يقيم على المعاصي والضلالات وهو يأمن من عذابه ونقمته، فإذا ما جاء العذاب خسر. فلا يأمن من عذاب الله ونقمته إلا القوم الخاسرون. نعم. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فبين أن الذي يقنط من رحمة الله يقيم على العبادة فيعبد الله تعالى كثيرا بالخوف بالرجاء بالخوف الشديد فيقنط من رحمة الله. يعبد الله بالخوف الشديد فيقنط من رحمة الله. هذا القنوط عبادته ما نفعته. لماذا؟ لهذا الخوف الشديد أساء الظن بربه تبارك وتعالى، ولا عمل بشيء من أحكامه أو أحكام صفاته، وترك كثيرا من أحكام صفاته الأخرى. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، تتعظ بهذا بمغفرته ورحمته، فتعلم أن رحمة الله ومغفرته واسعة، وفي المقابل لا تقف هنا عند هذه الآية، وأن عذابي هو العذاب الأليم، فتعلم أن نقمته شديدة وأن عذابه أليم، فيحصل التوازن. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: ارفع صوتك.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله. الشرك بالله واليأس، نعم، من روح الله، والأمن من مكر الله. والأمن من مكر الله. هذه الثلاثة من الكبائر. نعم. والحديث مختلف في رفعه ووقفه، ولكن على فرض أنه موقوف فله حكم المرفوع. لماذا؟ لأنه ما لا يقال بالاجتهاد. أن تحكم بأن هذه من الكبائر، هذا لا يقال بالاجتهاد. كبيرة لا بد من أن يكون فيها نهي أو زجر أو تشديد أو تصريح أنها كبيرة. فالشرك في الله أعظم الذنوب، نعم، هو أكبر الكبائر، ولو كان من الشرك الأصغر فهو أعظم من كل الذنوب. وكذلك من الكبائر التي لا تناقض أصل الإيمان الأمن من مكر الله، وماذا؟ والقنوط من روح الله. هذه من الكبائر، من المحرمات، لكنها لا تؤدي إلى إخراج العبد من دائرة ماذا؟ من دائرة الإسلام. نعم. وعن ابن مسعود لكن لا يمنع أن تكون من باب ماذا؟ الشرك الأصغر. لا يمنع أن تكون من باب الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. نعم، نفس المعنى. أكمل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف. نعم. الثانية: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه آية الأعراف. الثانية تفسير آية الحجر. الثالثة تفسير آية الحجر، وهي ومن من يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. نعم. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله. نعم، هذا الوعيد، فإنه سمى من أمن من مكر الله سماه ماذا؟ خاسرا. وسمى من اتكل على رحمة الله عز وجل ضالا، أو العكس في الآية. المهم فيه وعيد شديد. الوعيد الشديد هو الخسران والضلال. نعم. الرابعة شدة الوعيد في القنوط. نعم، هذه المسألة. نعم.